السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ميزون ابتسام. اليوم غادي نحضر معكم هاد البسبوسة او الكيكة بمقادير اللي ساهلين، مكونات اللي بساطين وساهلين، واهم حاجة انها كتوجد معكم في الدقيقة 90. غير تابعوا معايا الفيديو، غادي نعطيكم الطريقة كاملة ومأكدة انها غادي تنجح معكم وغادي تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات، هنايا غادي نحتاج كاس معمرش ديال الزيت بقياس كاس ديال العنبه، وكاس غير مملوء من السكر، وعندي هنا انا نص حامضه اولا حامضه مكموله معصره، وعندي هنايا قشور حامضه واحد شويه، وعندي هنا واحد فاني وخميره من فئه 8 غرام وجوج ديال البيضات. غادي نحتاج ايضا جوج الكؤوس ديال السميد الناعم، يعني سميده رقيقه. غادي نحتاج معكم جوج كؤوس. هذا العبار كامل اللي عطيتكم بعبر كاس ديال العنبه. حاولوا ما تكثروش من الزيت والسكر حيت باقي غادي نسقيوها بالسيرو باش ما تجيكمش مجهده في الحلاوه. صافي هنايا كنطرب ديك البيض ديالي مع السكر جيدا، كنطرب الخلاط اليدوي، يعني ساهلين، ما زعما ماشي ضروري الخلاط الكهربائي. كنمزج ديك المكونات جيدا حتى كيذوب لي ديك السكر مع ديك البيض. ملي كيذوب لي ديك السكر والبيض كنضيف معاهم ديك قشور حامضه وساشي ديال فاني. صافي هيدا كنبقى حتى كنكمل المكونات اللي باقي. من بعد ما غادي نبقى نزيد الزيت بشويه بشويه، يعني بالتدريج مع استمرار في التحريك. غادي نضيف هنايا ديك نص حامضه اولا حامضه مكموله على حسب نتوما واش كتبغيو الحامض وكثره. انا كيعجبني الحامض باين عليه، عملت ليمونه معصره. صافي هنايا غادي نضيف ديك كاس ديال السميده الاول، وغادي نضيف معاه واحد الخماره. ديك الخماره كافيه، ما نزيدوش اكثر. صافي وكنستمروا بالتحريك. ها الخليط ديالنا دابا واجد. الا شفتوه قاصح ما تخافوش منه، ولا شفتوه خفيف ما تخافوش منه. المهم العبار اللي عطيتكم ناجح 100%. 100% يعني ما عندكم من تخافوا. صافي هنايا كندهن المول ديالي بالزبده وكنرشو شويه ديال السميده. صافي كنرشو شويه ديال السميده. والنايل الفران عندي شاعل على 170 درجه من الفوق ومن التحت. غادي ندخل له البسبوسه وغادي نطفي له من الفوق وغنخلي غير التحت اللي مشعل، يعني غير التحت بوحدو اللي مشعل. تنشوف البسبوسه ديالي طلعت وتحمرت من الجوانب، وعاد غادي نشعلها من الفوق. المهم هنايا كتاخذ لي شي 20 دقيقه حتى 25 دقيقه ديال الطياب. هنايا عندنا السيرو. بالنسبه للسيرو انا غادي نعمل هنايا كاس ديال الماء، وغادي نعمل معاه نص كاس ديال السكر وغنخليه يغلي. صافي هذا هو السيرو اللي غادي نكتفي به. هنا البسبوسه ديالنا من بعد ما طابت انا خرجتها هنايا من الفران. هانتوما كيف كتشوفوا كتجي محمره مذهبه غزاله. هنايا سقيتها بديك السيرو، بالسيرو ديالنا. ديك السيرو الا بغيتو ما يبقاش هيداك تقدروا تزيدوه بالحامض من بعد ما تطفيوه عليه. كتزيدوا له شويه العصير ديال الحامض باش كيعطي ديك المذاق ديال الحامض حتى هو. صافي هنا غادي ندوز معكم نحضر كريم باتيسري اللي غادي نزين بها. هنايا عملت بالنسبه للحليب ما عنديش نص يطرو كامل، وعملت معاه 2 معالق ديال النشا ديال عفوا كريم باتيسري، ونص معلقه ديال النشا، و2 معلقات ديال السكر. صافي كنحرك داكشي وكنكب على الحليب ديالنا اللي هو بارد، يعني الحليب يكون بارد. صافي كنحرك وكنحطه فوق النار حتى كيعقد مع استمرار في التحريك حتى كيعقدنا الخليط ديالنا. عاد كنطفيو له بوطه وكنخويوه على الكيك ديالنا. كيف كتشوفوا بالنسبه لديك الخليط انا ما تسنيتوش يعقد حيت كنت شويه مزروبه. عملته على ديك الخليط ديالي كان باقي سخون، نتوما بامكانكم تخليوه حتى يعقد عاد تكبوه. صافي هنايا زينتها بشويه ديال لي طرونش ديال الليمون، شويه ديال البافو هدايا. المهم التزيين كيبقى لكم اختياري. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يكون عجبكم، وانا متاكده غادي تنجح معكم، اول مره غادي تنجح معكم. غير تابعوا الفيديو من الاول للاخر وانا متاكده غادي تعجبكم. خليوا لي الاراء ديالكم او التعاليق ديالكم في الفيديو، ونشوفكم فيديو اللي ماجي ان شاء الله مع وصفات ميزون ابتسام. والناس الجدادين كنبغي نقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي، وعملوا لي لايك وابوني باش يبقاو دائما يوصلكم الجديد ديالي.